ودعا الرئيس جمال عبد الناصر الأمير سيحنوك رئيس وزراء كمبوديا والسيدة عقيلته إلى قضاء يوم في القناطر. وقد استقبل الرئيس والسيدة عقيلته الضيف الكبير وعقيلته عند وصولهما. أقامت السيدة عقيلة السيد الرئيس جمال عبد الناصر حفل شاي بقصر الطاهرة تكريما للأميرة مونيك عاقلة الأمير سيحنوك ولي عهد كمبوديا ورئيس وزرائها، وذلك بمناسبة زيارة سمو الأمير سيحنوك للجمهورية العربية المتحدة زيارة رسمية. وقد دعي للحفل عاقلات السادة الوزراء وسيدات المجتمع وكريمة أمير كمبوديا وكريمات الرئيس جمال عبد الناصر، حيث أمضت السيدات العربيات مع ضيفاتهن وقتا مليئا بروح الحب والتفاهم والإخاء. أثينا المدينة الإغريقية الخالدة عاصمة اليونان العريقة، وقد لبست حلة من الزينات احتفاء بزيارة الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة لليونان زيارة رسمية. وكانت صيحة الترحيب تنبعث من أبناء بيريه الذين هرعوا لمشاهدة الرئيس وتحيته. وعزفت الموسيقى السلامين العربي واليوناني، وأدى التحية حرس الشرف من القوات البحرية. ثم صافح الرئيس والسيدة عقيلته كبار مستقبليه من الوزراء ورجال السلك السياسي وعقيلتهم. ومضى موكب الرئيس على طول 7 أميال، وهي المسافة بين بيريه وأثينا، وسط الآلاف من أبناء الشعب اليوناني الذين اصطفوا على جانبي الطريق يحملون الأعلام العربية واليونانية ويهتفون بحياة الرئيس جمال عبد الناصر وحياة الصداقة العربية اليونانية. وقد صحبت السيد الرئيس السيدة عقيلته في هذه الزيارة. واستقبل السيد الرئيس عند وصوله مدير الآثار وكبار الشخصيات. وطاف الرئيس بهذه المنطقة الأثرية التي تشرف على العاصمة، والتي كانت تقوم في مكانها قلعة أثينا قبل إقامة البارثينون عام 447 قبل الميلاد. وكان سيادته يستمع إلى الشرح حول هذه المنطقة الأثرية ذات التاريخ الحافل والآثار الخالدة. ثم غادر السيد الرئيس والسيدة عقيلته هذه المنطقة الأثرية المشهورة. ميناء كولا اليوغوسلافي وقد بدأ في أبهى حلله احتفاء بقدوم الزائر العربي الرئيس جمال عبد الناصر. وصل فخامة المارشال جوزيف بروس تيتو والسيدة عقيلته لاستقبال السيد الرئيس جمال عبد الناصر والسيدة عقيلته عند وصولهما على ظهر الباخرة الحرية في زيارة رسمية ليوغوسلافيا. تعانق الرئيسان اللذان يعملان من أجل السلام في مودة وإخاء. قدمت الفتيات باقات الورود إلى الرئيس والسيدة عقيلته. ومر الرئيس على كبار المستقبلين من الوزراء وكبار الشخصيات وأسرة السفارة العربية في بلغراد فصافحهم سيادته. وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين الجمهورية العربية ويوغوسلافيا، وأدى التحية حرس شرف من البحرية اليوغوسلافية. ثم
ثم فتش سيادة الرئيس جمال عبد الناصر حرس الشرف الذي أعد لاستقباله، بينما ارتفعت هتافات الجماهير الحاشدة بصيحات التحية والتكريم والترحيب. استقل الرئيس جمال عبد الناصر والمارشال تيتو سيارة مكشوفة من ميناء بولا اخترقت شوارع المدينة التي احتشدت بآلاف الجماهير من سكانها، أخذت تهتف للرئيس جمال عبد الناصر والمارشال تيتو وتحيي الصداقة العربية اليوغوسلافية. وقف الرئيسان يردان التحية للجماهير، وعند وصول اللانش إلى بريوني نزل السيد الرئيس والسيدة عقيلته والمارشال تيتو والسيدة عقيلته والمرافقون. وقدمت الفتيات للرئيس والسيدة عقيلته باقات الورود التي تحمل إمارات الود والمحبة وترمز إلى تقدير الشعب اليوغوسلافي بأسره. وصحب المارشال تيتو الرئيس جمال عبد الناصر لتفتيش حرس الشرف بين هتافات الجماهير التي احتشدت على رصيف الميناء لتحية الرئيس وتحية السيدة عقيلته. واستقبل الرئيس جمال عبد الناصر والسيدة عقيلته في دارهما السيدة إيفا لوبيز ماتيوس قرينة رئيس جمهورية المكسيك وكريمتها بعد وصولهما إلى القاهرة. وحضرت المقابلة الآنستان هدى ومنى كريمة السيد رئيس الجمهورية، ودكتور نور الدين طراف عضو مجلس الرئاسة والسيدة عقيلته، وسفير المكسيك في القاهرة والسيدة عقيلته. وقد وافق السيد الرئيس جمال عبد الناصر على إهداء وسام من الطبقة الأولى إلى عقيلة رئيس جمهورية المكسيك، وذلك بمناسبة زيارتها للجمهورية العربية المتحدة. وقد سلمها الرئيس جمال عبد الناصر هذا الوسام بنفسه. وقد ودع الرئيس والسيدة عقيلته والآنستان كريمة رئيس الجمهورية الضيفة الكبيرة وكريمتها قبل مبارحتهما للدار. وصل إلى ميناء بورت توفيق القطار الخاص الذي يقل سيرة الرئيس جمال عبد الناصر والسيدة عقيلته والمشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية لاستقبال فخامة المارشال جوزيف بروس تيتو رئيس الجمهورية اليوغوسلافية والسيدة عقيلته عند وصولهما للميناء في زيارة رسمية للجمهورية العربية المتحدة. وقد حيا الرئيس عند وصوله حرس الشرف من طلبة الكلية البحرية، وعزفت الموسيقى السلام الوطني. وعند نزول الرئيس اليوغوسلافي والسيدة عقيلته استقبلهما الرئيس جمال عبد الناصر والسيدة عقيلته بالعناق والترحيب. وعزفت الموسيقى السلام الوطني اليوغوسلافي، وأدى التحية حرس الشرف، بينما كانت طلقات المدافع تعلن ترحيب الجمهورية العربية المتحدة كلها بضيفها العظيم. وفتش الرئيسان حرس الشرف الذي أعد لاستقبال الضيف الكبير. وقدمت فتيات المدارس باقات الزهور لعقيلة المارشال تيتو وعقيلة الرئيس جمال عبد الناصر. وبين الحفاوة البالغة استقل الجميع القطار من ميناء بورت توفيق إلى القاهرة.
وصل الركب إلى القصر الجمهوري بالقبة الذي أعد لضيافة الضيف الكبير والسيدة عقيلته. وفي المساء زار الرئيس نيكيتا خروتشوف رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي الرئيس جمال عبد الناصر في داره، ورحب الرئيس بضيفه العظيم وقدم لسيادته أنجاله، فصافحهم الضيف الكبير. وقد رافق الضيف المشير عبد الحكيم عامر النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس بعثة الشرف. وبعد ذلك صاحب الرئيس جمال عبد الناصر والسيدة عقيلته الضيف الكبير والسيدة عقيلته إلى مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس تكريما لضيفه العظيم. وفي القاعة الكبرى من قصر عابدين وقف الرئيسان وعقيلتهما، حيث مر كبار المدعوين من السادة الوزراء ورجال السلك السياسي العربي والأجنبي وعقيلتهم وكبار الشخصيات السوفيتية والعربية. وصحب الرئيس جمال عبد الناصر ضيفه الكبير إلى استاد القاهرة، حيث أمضي ساعات رائعة مع الشباب العربي. واستقبل الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس نيكيتا خروتشوف بعاصفة قوية من التصفيق، بينما كان الرئيسان يردان على تحية الشباب. ثم قدمت مجموعات الشباب عروضا رياضية رائعة. ثم أقيم عرض للخيول والفرسان.